عامين ماضيين لنقف جميعا صفا واحدا في وجه الفتنة الطائفية، وطفنا بالشوارع نقول لا للفتنة الطائفية كي تكون مصر قوية. أردنا ذلك والحمد لله رب العالمين. الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية يسيران دائما على خط رأب الصدع ولم الشمل وبذل الوسع في تحقيق الأمن والأمان. ويكفي في أسيوط في المرحلة الماضية أنه لما أغلقت الشرطة أبوابها وعلقت أعمالها تحركت الجماعة الإسلامية هنا وفق ضميرها، حيث رأت أن هناك تحركات مريبة لحشد عدد من البلطجية للسيطرة على الشارع، فأسرعت إلى التحرك إلى الشارع لتقول للناس إننا معكم نحميكم وندافع عنكم فأنتم أهلنا وإخواننا، لا يمكن أبدا أن نفرط في أمن بلادنا أبدا. فالحمد لله رب العالمين كان موقفا طيبا يحسب للجماعة في هذا الموقف. والجماعة الإسلامية في المرحلة الماضية عاشت محنة في السجون. هذه المحنة